لحضرتك والكابتن ماهر همام، معك الميكروفون يا محسن. شكرا كابتن خالد لطيف، شكرا لنجوم الاستوديو التحليلي. مشاهدينا الكرام، الاهلي يؤكد الصداره، الاهلي يفوز في الدقائق الاخيره ويؤكد خبرته ويعني تصدره لهذه المجموعه في الدوري الممتاز المصري. يسعدنا ان يكون معنا كابتن احمد ايوب. كابتن احمد، الف مبروك، ونقول روح النادي الاهلي ونقول خبره النادي الاهلي قدر تحسم المباراه في الدقائق الاخيره. طبعا تحياتي ليك استاذ محسن وتحياتي للكابتن خالد وضيوفه. زي ما حضرتك بتقول كده، النهارده فوز مهم جدا، فوز معنوي بياكد صدارتنا للمجموعه، وكمان احنا داخلين على فتره راحه. كان مهم جدا 3 نقاط والفوز، بحيث يبقى عندك يعني نفسيا ومعنويا في فتره راحه بتقضيها كويس قبل ما يبقى عندك ان شاء الله بقى ماتشين وتخش على دور الدور الاخير لحسم البطوله. فكان مهم النهارده ان احنا يعني نكسب ونحقق 3 نقاط الحمد لله في ظل الظروف اللي احنا كنا فيها. اعتقد المباراه كانت صعبه في احداثها، بيجي فيك هدف وبتحاول تاخرك لفوز في الشوط الثاني في الاخر. فاعتقد انه مكسب مهم جدا في الفتره الحاليه. يعني شايف النهارده في مكاسب كتير غير ال3 نقاط، اعتقد مكاسب بعض العناصر الشابه زي عمر جمال وبعض يعني نقول الوجوه قدرت تثبت نفسها مع النادي الاهلي. طبعا النهارده في مكاسب كتير جدا. اعتقد ان النهارده كان يعني في لعيبه كتير خارج الفورمه النهارده، ورغم كده بتقدر بالخبره تفوز. في عناصر شابه معانا في التشكيل النهارده بيشارك منهم عمرو جمال وبيحرز هدف الفوز. اعتقد مكسب كبير جدا هيكون اضافه للنادي والفريق الفتره الجايه. فيعني الحمد لله مكاسب كتير الحمد لله النهارده من المباراه. الجون بتاع رائد منسي قلب لكم الموازين شويه، يعني انتوا كنتوا نازلين النادي الاهلي دايما هو اللي بيباغت، هو اللي بيتقدم، ولكن النهارده اعتقد يعني هدف مباغت في اخر الشوط الاول قلب الموازين شويه معاكم. يعني هنقول هي دي كره القدم، انت بتبقى قاري الخصم ومحضر للمباراه، انما وارد ان يحصل اي حاجه، وارد انك انت تبدا تجيب جون، ووارد يجي فيك جون. جه فينا هدف انما ما استسلمناش، حاولنا يعني الحمد لله يعني هاديين واثقين في اللعيبه، وحاولنا لحد ما ربنا كرمنا وقدرنا نحرز المكسب الحمد لله. اعتقد فتره توقف كبيره بتيجي يبقى ليها شغل لوحده مع النادي الاهلي، خاصه عندكم بطولات ماتشات افريقيا، لعيبه في المنتخب، اعتقد هيبقى ليكم مختلفين، لعيبه في منتخب الشباب الامور مختلفه شويه. يعني اعتقد ان فتره راحه مهمه جدا لينا. شكرا. طبعا مشاهدينا الكرام، زي ما شفنا اول مره يحصل الموقف ده في ملعب الدفاع الجوي، الاضاءه طفت قبل ما نخلص اللقاء. بنشكركم مشاهدينا. الان عوده سريعه للتحليل واستاد النيل. والله قلبي حاسس يا محسن، كنت بقول لك قبل اللقاء يا كابتن حسام، بقول لك تعالى نروح قبل ما النور يتفق على محسن، ربنا يستر، لكن لحقنا شويه. لا الحمد لله عندنا جنريتورز كتيره جدا في اتحاد